الرجال حلاف الطلاق. عليه الطلاق، مش علي انا، هو عليه الطلاق. كيف بقول علي؟ عليه الطلاق. طالع نازع عليك الطلاق. ليش يعني؟ انت مرتك قاعده بتغسل لك يلي ما بتستحي، يلي ما بتستحي. مرتك بتغسل لك بالبيت، قاعده بتكوي لك، قاعده بتربي لك اولادك، وانت بتلعب شده وقاعد مثل علبه كره قدم وقاعد بتتمسخر، وعليك الطلاق عليك الطلاق عليك الطلاق. مالها هاي اللي بالدار؟ شو دخلها؟ ما بتستحي. طيب زعلت انت وياها، طلاق طلاق. مالك طلاق طلاق؟ يعني عشانك انت الزوج طوالي تطلق رصاص؟ عليه شو تطلق؟ عليه بتطلقه. لا حول ولا قوة الا بالله. اما الخطاب يا خطاب اللي قبل العقد، اللي قبل العقد، واذا عقدوا بيجي بيفسخوا العقد او بيفسخوا الخطبه. يا جماعه والله حكيتها انا قبل مره، بس انتم ما بتردوا علي. ما انا عارف، وهذه خطبتي ستذهب هباء. والله انا عارف، والله خطبتي بصيع على الفاضي. انا عارف، مش هيك بتقولوا انتم؟ مش هيك؟ بتسكروا شوارع بتسكروا شوارع، لبسوا بناتكم بتشلحوهم، فرقعوا ايش بتفرقعوا. ما انا عارف، بس انا اللهم بلغت اللهم فاشهد، علي ابلغ. انتم بتدفعوا الثمن، وهسه قاعدين بتدفعوا الثمن، وراح تدفعوا الثمن اكثر، وبتشوفوا البلاوي بكره بعين مهل وغير عين مهل. الوادي الامنه بتشوفوا في حالات القتل والرصاص، لان ما بنخاف ربنا، لان بدناش نسمع المواعظ ولا الدروس. بكره بتدفعوا الثمن ببيوتكم، بتدفعوا الثمن بشوارعكم ومدارسكم، بدكوش تسمعوا الكلمه، بدكوش تردوا، وبديتوا تدفعوا الثمن، بديتوا تدفعوا الثمن. انا قلت سابقا الخطبه يا جماعه ممنوع تكون اكثر من 5 6 اشهر. ايش خطبه 4 سنين و3 سنين و7 سنين و10؟ لوين؟ يا اب يا ام، لا تخطب بنتك الا اذا كان اللي جاي يخطبها جاهز. عمي جاهز؟ جاهز؟ 4 5 اشهر بتزوج. بدنا نربط عليها. تربط عليها ليش؟ وعنزه سياره؟ ادفع شو سياره؟ ارفع رعبون، ادفع رعبون مشان استحذر اللي تفلت منك. حرام عليكم يا ناس، حرام. بناتكم لعبه. ما بصير اللي جاهز يخطب، اللي مش جاهز ما يخطبش. البنت بعد كذا سنه بتبطل، او العريس ببطل، كل واحد غير تفكيره. يلا لا تخطب الا اذا كنتوا جاهزين. اسمحوا لي انا بدي احكيها، بدي ادبها. يعني اللي بده يزعل ما يزعل. بعد ما يفسخوا الخطبه تزعلوش، والله الا النصيحه، والله الا النصيحه. انا ما بقصد واحد، والله العظيم ما بقصد واحد. هذه حالات صارت. انا مره، انا واحد غير طبعا في اخر مشايخ، مره معي 1 2 3 كذا حاله، والله ما هي حاله واحده. بحكي لكم هاي نقطه. الاباء والامهات تنفسخ الخطبه بيجي بيسال عن التكاليف. كسر النظرات، اخبط على راس الحيط، ولك مش هامك عرضك، ولك طلع معها ونزل معها وابصر شو ساوى، ولك ابغى امزح حالي، ولك امزح حالي يا مجنون يا محستر، ولك طلع وهو اياها وراح وجه، ولك بوسها، ولك ابي شو عمل. جاي تسالني عن البلاستيك، صحون بلاستيك، كبايات بلاستيك، جبت لها كنافه، عزمتها على المطعم، جبنا خطبه، ولا قوم. ولكم تسألوا عن المصاري، تارك عرضك، ما بتخاف الله. ولك تعرفوا على بعض قبل ما تاخذوا الجاهه، طلعوا نزلوا، مزلطه قدامه ومش عاقد. بعد ما يفسخوا، انا مش معناته ما ياخذوش تكاليف اذا بحق، انتبهوا، اذا بحق مسموح ياخذوا تكاليف، اذا بحق ترجع للشرع، مش تفكروا ضد، لا، اذا بحق نعم. ولكن يصير همك انه اعاقبهم، انا بدي اعاقبهم، بصير حاط. والله واحد جاني مره قبل كم من سنه، تفضل. نعم. الا انا شركه جبايه، انا ببحث صوت هون وانت بعدين شركه جبايه. انا جايب لي لسته يا محروق الحرسي، جايب لي شو هذا؟ كبايات بلاستيك، صحن بلاستيك. طب قوم هون، قوم اطلع. ايش هذا؟ انت شو بعدك بتساوي؟ ايش بعدك بتساوي بعد 3 4 سنين؟ شو بتساوي؟ ليش يخطبوا هيك؟
شر البلية ما يضحك. اللي خاطبه اضبطوا خروجها، يا آباء اضبطوا بناتكم. تعرف على بعض راحوا واجوا بعدين تفضلوا وين؟ ماخذين جاه. وين؟ عند دار فلان. كم واحد؟ 70 زلمة، 75 مرة و20 ولد، عرس على جاهة. ولوش الجاهة؟ الجماعة صاروا شامين الهوى، صاروا طالعين، صاروا متفقين على الفيسبوك وعلى تويتر وطلعوا على كل شيء جاهز. وابصر شو سووا مع بعض الاخرى الله اعلم طبعا، استغفر الله العظيم. يعني المقصود حكوا مع بعض وحبني بحبك وحبيبي يا حبيبي والله اعلم اخرج شو كمان، خلصوا كل شيء. جاهة. ليش الجاهة؟ لويش الجاهة؟ ليه؟ الله يرحمك يا سيدي، الله يرحمك يا شيخ محمد، الله يرحمك.